كدزتي واحد الوقفه مع راسك وبديتي كتلاحظ بانك كتاكسبتي الناس، كتفهم الناس، الا راسك كتعطيه غير لي كريتيك، او لا اوترومون دي اي واحد كتشوفو كيغلط كتقدر تلقى له الاعذار، ولكن راسك انت هو الوحيد اللي فاش كتغلط كتبقى كتكريتيكي في راسك وتبقى كتاتاكي في راسك. وبزاف ديال الناس ما كيعرفوش راسهم انهم راهم داخلين في هذا البروسيسوس، والاغلبيه ديال الوقت كتكون كتنسى كاع الحوايج اللي هما مزيانين درتيهم، وكتبقى كتشد غير في الاغلاط ديالك، وكتبقى تتعاود واحد الافكار بحال علاش انا غلطت في هذا الشيء، علاش انا ما انتبهتش، علاش انا دائما كنغلط، علاش غفلت على هذه، علاش هاد المره ما درتهاش، علاش ما خصنيش نديرها احسن من هكذا. حتى بعد مرات في وسط النجاح ديالك كتلقى راسك انك دائما كتدخل في هذا البروسيسوس، لانك انت كتشوف راسك دائما عندك الحوايج ناقصين. والمشكل هو ان بهذا الانتقاد راه كنولي كنوصل لواحد المرحله كنولي كنخدم حياتي من منطلق الخوف، من منطلق القلق، من منطلق الضغط بزاف، واللي افيك لو طون كيبدا كيتزاد عندي بحال واحد العضله انا كنبدا نخدمها حتى كتولي قويه، كتولي قوى من قبل، وحيت لو سامبلومون كتعتقد بلي انك الا بقيتي هكذا مع راسك راك كتزيد لقدام. باغ كونطخ الا خيتي غير واحد شويه راك غادي ترجع للور. وهنا الدراسات كتبين بان العكس هو اللي صحيح، سيتادير انك الا كنتي قاصح مع راسك اكثر كتولي كتكبر عندك الخوف من الخطا، حتى كتولي كتدخل في واحد المرحله كتولي كتخدم بها او لا كتعيش بها ما كتبقاش صحيه، تكون ناجح واخا يكونوا الناس كاملين كيشوفوك مزيان. الا بقات عندك هذيك لا فوا دوتو كريتيك او لا فوا ديال لوطو سابوتاج فكتبقى مع عمرك ما كتوصل لواحد ليطا دو ساتيسفاكسيون اللي انت دائما كتقلب عليها. وهذا الصوت كبر معاك من كثره الانتقادات، كثره المقارنات، كثره من انك كتقلب انك تثبت راسك. سورتو فاش كتهبط كتلقى هاد لافوا كتكون حاضره اكثر. واللي خاصك تعرفوا هنا هو ان كاين واحد الفرق كبير ما بين انك خاصك تصحح الخطا ديالك وما بين انك خاصك تعاقب راسك غير باش تعاقب. واذا كان عندك مشكل في هذا الموضوع اكتب لي في الكومونتير.